السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محتوى ميزان. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو باتيسرية سهلة التحضير، راح توجديها في ثواني. معايا كاس سكر، كاس فرينة، ونص كاس كاكاو، وربع بيضات، وواحدة خمارة، ومعلقة صغيرة نتاع لافاني. الآن هنايا راح نجيب إناء وراح نضع فيه ربع بيضات نتاعي كاملين، وراح نزيد عليهم كذلك راح نزيد عليهم السكر. هنايا راح نجيب خلاط الكهربائي وراح نخلط البيض مع السكر حتى يصير اللون تاعه كريمي. هنايا بعد ما فاتت 10 دقايق والبيض نتاعي اتكاثر وصار كريم. الان هنايا راح نجيب معلقه نتاع لافاني تاعي وراح نضعها كذلك وراح نضربها بالباتر. انايا هنايا في هاد الاثناء نكون غربلت الكاس نتاع الفرينه ونص كاس نتاع الكاكاو مع وحده خماره، نكون غربلتهم مليح. هنايا راح نجيب البيض والسكر اللي دربته كما كتشوفي، راح نضع بشويه ونخلط حتى نكمل كامل هذيك الخليط اللي راه موجود عندي. دايما نبقى نخلط، نبقى من تحت ونطلع باش الباتيسريه نتاعي ما تخسرليش والكريمه ما تهبطليش. هنايا في هذه الاثناء زدت اللي كان باقي لي. هنايا راح نبقى مستمره في التحريك بهذه الطريقه، نبقى من تحت ونطلع حتى نحس ديك الفرينه دخلت كامل في هذاك البيض. في هذه الاثناء انا كنت دهنت المول تاعي بالزيت والفرينه. انا هنايا راح نضع هذيك الباتيسريه تاعي كامل وراح نساويها قد قد. هنايا دائما نسوي باتيسرية تاعي باش ما تجيش جهه طالعه او جهه هابطه. هنايا في هذه الاثناء انايا كون سخنت الفرن نتاعي 180 درجه. هنايا راح نوجد الشربات اللي راح نسقيها بها. معايا كاس حليب دافي ومعايا معلقه نتاع الكاكاو مر. الان هنايا راح نجيب الكاس نتاع الحليب وراح نضرب، راح نفلت فيه هذاك الكاكاو وراح نخلط مليح حتى يدخل لي الكاكاو في الحليب. ودائما يكون عندي الحليب دائما يكون عندي دافي. انايا هنايا بعد ما خرجت الباتيسريه تاعي طابت خرجتها من الفرن، راح نضغطها كما كتشوف بهذه الطريقه بالسكين او الشوكه باش تشرب لي هذاك الشربات اللي حضرته كما راكي تشوفي. انا هنايا راح نجيب الشربات تاعي اللي وجدتها وراح نسقيها كامل بديك الشربات. وراح دايما نخلي الباتيسريه تاعي دايما نخدمها الصباح وحشيه، دايما نزينها ولا خدمتيها في الحشيه تزينيها مع الصباح. لان هنايا عندي كاس نتاع الكريم شونتي ومعايا كاس نتاع الحليب بارد. لان هنايا الكريم شونتي راح نضعها في الصحن وراح نزيد عليها الكاس نتاع الحليب وراح نطلعها بالباتر وراح نطلع 10 دقائق وانا نطلع في الكريم شونتي. هنايا راح نجيب كذلك مرة ثانية كريم شانتي مع ملون غذائي مع الكاس نتاع الحليب. لان هنايا راح نضع هذاك الكاس نتاع الكريم شانتي وراح نزيد عليها الكاس نتاع الحليب وراح نزيد عليها كذلك الملون الغذائي. دايما الملون الغذائي دايما تضعيه في الاول باش الكريم شانتي تاعك تخرج لك ناجحة 100%. هنايا الملون الغذائي حسب الرغبة وحسب كل واحد وش يحب، اللون اللي يحبه، كيف الأخضر كيف البرتقالي كاين أحمر، كل واحد وش يحب. لأن هنايا بعد ما طلعت الكريم شانتي تاعي، لأن هنايا عندي البيضة والخضرة. أنا هنايا راح نجيب البيضة وراح ندهن بها كامل هذيك الباتسرية تاعي بهذا الشكل كما راكي تلاحظي. انا هنايا راح نجيب الكاكاو وراح ندير له رشات
فوق الباتسرية نتاعي. هنايا تقدري ديري الكاكاو وتقدري ديري كذلك الشوفولة حسب الرغبة. هنايا الكريم شونتيي تاعي الخضراء عمرتها بالبوشات وشكلت بها هاد الاشكال. لان هنايا هذا هو الفيديو تاعي، نتمنى ان شاء الله يكون جاكم خفيف ظريف. نتمنى ان شاء الله ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة في فيديو جديد.